إن النظر أيتها الأخوات له تأثير بالغ في القلب، فإن جميع الجوارح كما أسلفنا تؤثر في القلب تأثيرا بالغا. فالأذن تأتي منها الأصوات وتصب في القلب، والعين تأتي منها المناظر والمرئيات وتصب في القلب، وسائر الجوارح كذلك. فإذا سمع الإنسان ذكر الله وتلاوة القرآن امتلأ قلبه بالطيب الحسن، وإذا سمع المعازف والغيبة والنميمة والشتيمة وكلام الخنا والفجور امتلأ قلبه بالفساد والعياذ بالله. كذلك إذا نظر المرء نظر تدبر وتأمل وتفكر فيما خلق الله عز وجل وبث في السماوات والأرض انتعش قلبه بروح الإيمان، كما قال ربنا عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وبالمقابل فإنه إذا نظر إلى الأمور المحرمة فإن ذلك يلوث قلبه ويسوده. ولهذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير، والحصير هو ما يسميه الناس عندنا بالخصاف، أعواده متراصة ملتصقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: على أبيض مثل الصفا، يعني كالرخام الصقيل لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني مثل الكأس المقلوب الذي لا ينتفع به حال كونه مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا هو أثر عرض هذه الفتن على القلوب. واستمعي أيتها الأخت الكريمة إلى هذه الموعظة من الواعظ البليغ ابن الجوزي رحمه الله، يقول: فاحذر يا أخي وفقك الله من شر النظر، فكم قد أهلك من عابد وفسخ عزم زاهد، فاحذر من النظر فإنه سبب الآفات، إلا إن علاجه في بدايته قريب، فإذا كرر تمكن الشر فصعب علاجه. وكذلك النظرة إذا أثرت في القلب فإن عجل الحازم بغضها وحسم المادة من أولها سهل علاجه، وإن كرر النظر نقب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب متفرغ فنقشها فيه، فكلما تواصلت النظرات كانت كالمياه تسقى بها الشجرة، فلا تزال تنمو فيفسد القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به، ويخرج بصاحبه إلى المحن ويوجب ارتكاب المحظورات ويلقي في التلف. والسبب في هذا الهلاك أن الناظر أول نظرة التذ بها فكررها يطلب الالتذاذ بالنظر مستهينا بذلك، فأعقبه ما استهان به التلف، ولو أنه غض عند أول نظرة لسلم في باقي عمره.